فيا أيها الحاضرون المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أيقظ الغافلين ونفع بتذكرة الفتى فلم يستقروا وحدها بل جمعوا بالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقبل كل شيء فضيلة الكرام لجنة التحكيم ومستمعين الكرام. طيب إخواني وأحبائي في الله في هذه الفرصة أقوم بين يديكم أجمعين لتبلغ الخطبة عربية تحت الموضوع شباب للإسلام. إخواني في العقيدة لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم الآية 4 من سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. إن الإسلام دين السلام بلا انحراف يدعو أمته على بناء المجتمع المسلمين من كل آفة. إن الشباب بعض أفراد الأمة والشباب في الأسرة روحها المتوطن ودمها المتدفع وعددها القوي وأما المجتمع فإن الشباب عاملنا الصالح في كل الأوقات. إذا نظرنا المجتمع نظرا دقيقا فإننا لا نرى إلا منكرا ولا نشم إلى ريحة الذنوب ولا نسمع من الأخبار إلا الفتنة التي تنتشر في كل مكان. يا أيها الشباب كم من عين الظلمة ينظر المعاصي وكم في أنف الشر يقابل المحرمات. يا إخواني جربوا أنفسكم انظروا أحوال المجتمع المسلمين هكذا أحوال المجتمع المسلمين هكذا أحوال الشباب يقرأون بالقرآن كذا إذا كان الشباب عملا ناجح فإنه لا بد من معرفة الأوقات والاستفادة منها. إخوانه في العقيدة وفي الخطيمة أنتجوا نتيجة الشباب أساس في تقدم البلاد. صلح الشباب صلح البلاد وفساد الشباب فسد. طيب إخواني وأحبائي في الله قبل أن نختم هذه الخطبة اسمحوا لنا بأن أتغنى أمامكم جميعا لحرمة الشباب. إخواني اسمعوا جيدا. نحن دعاء قبل كل شيء طريقنا الجهاد لعزة المسلمين نحن جنود رب العالمين الإسلام يعلو على كل شيء الله غايتنا الرسول قدوتنا الجهاد سبيلنا الإسلام يعلو على كل شيء الإسلام يعلو على كل شيء. ربما أكتفي بهذا القدر. إذا وجدنا الخطأ أطلب عفوا منكم. شكرا جزيلا على مبالغتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة